الجو بقى ساقعة جدًا، ومحتاجين بقى نشتري اللبس الشتوي، قُلت أمّا آخدكم كده في جولة أجيب لكم شوية لبس شتوي حلوين كده، بس قُلت تعالوا نرجع كده أيام الستينات والسبعينات لمّا كانوا بيجيبوا البيجامات والرواب اللي هي الكاستور، تعالوا أمّا نحكي حكاية البيجامة الكاستور وإمتى ظهرت، وإيه حكايتها كمان مع الشعب المصري وحكايتها في حرب 73. ونزلت بقى شارع عدلي في وسط البلد عشان أجيب لكم أقدم المحلات اللي بتبيع البيجامات الكاستور. ومن أقدم المحلات ديت محل حلاوة، ده من المحلات القديمة جدا في وسط البلد، واللي بتبيع الملابس اللي هي من أيام الستينات والسبعينات كده، بل كمان الخمسينات كمان. والكاستور القماش العجيب ده اللي صنع في مصر خرج بغير عودة، لأن القماش ده جمع كل طبقات الشعب المصري في رداء واحد ما بين فترة الخمسينات والتمانينات من القرن الماضي. والقماش الكاستور ده هو قماش قطني ناعم، بتمتاز مصر كانت بزراعة القطن. وفي الستينات لما كان بيجي الشتاء كانت البيجامة الكاستور هي أكبر علامة من علامات الشتاء المميزة في فترة الستينات والسبعينات. وكانت الدولة كمان بتوزع أتواب القماش الكاستور مع الزيت والسكر على بطاقة التموين. والله يا جماعة أنا حضرت دوت، كنت بشوف بابايا كان يروح يصرف القماش الكاستور دوت على بطاقة التموين. وكمان ده بقى زي موحد للمصريين، وبيرتدي كل المصريين البيجامة الكاستور من أول الغفير وصولا لرئيس الجمهورية. وكمان ده كانوا بيصمموا منها أفضل البيجامات وأفضل الجلاليب طبعا للرجالة، ما كانتش طبعا الستات بتلبس البيجامات الكاستور، كانت الرجالة بس. وكان بيتعمل معاها كمان طاقية كده بتبقى ايه يعني، دي علامة الوقار للراجل المصري داخل البيت المصري. والله يا جماعة كنت بشوف جدي بيعملها، بيبقى لابسها كده مع الجلابية الكاستور. وطبعا احنا شفنا ده في الأفلام المصرية زي الأستاذ حسين رياض الله يرحمه، كان الأب المصري الوقور اللي بيرتدي الجلابية الكاستور ومعاها الطاقية. اخترق الكاستور المدارس المصرية، فكانت تصنع منه المريالة البيج الزي الرسمي للمدارس دون تفرقة بين غني وفقير، قبل تصنيعها من قماش يعرف باسم تيل نادية، والتي بدأت في الانقراض بعد انتشار المدارس الخاصة وتراجع المدارس الحكومية. وكانت الأماكن اللي بيباع فيها الكاستور في هذا التوقيت اللي هي فترة الستينات والسبعينات شركة بيع المصنوعات وصدناوي وعمر أفندي. وكانت هناك جلاليب كاستور وبيجامات كاستور بتباع في هذه الشركات. الآن بقى موجودة في شارع عدلي في محلات زي العوادلي اللي احنا بنتفرج عليها ديت دلوقتي، ومحلات حلاوة وحسين والقاضي. دي المحلات اللي بتبيع البيجامات الكاستور دلوقتي في وسط البلد. ودخلت البيجامة الكاستور التاريخ من أوسع أبوابه، وبالذات أيام حرب 73 عندما أمر الرئيس الراحل أنور السادات بأن يرتدي الأسرى الإسرائيليين هذه البيجامات خلال عملية تبادل الأسرى، تلك البيجامات التي كان يرتديها الأطفال عقب عملية الطهور اللي كانوا بيقوم بيها الحلاقين في الأرياف حتى لا يؤلمهم الجرح الناتج عن العملية. وده كان الغرض من الرئيس السادات عايز يوصل الرسالة دي لإسرائيل. وفي ناس تانية فسروا الموضوع ده إن البيجامات المقلمة كان بيتم توزيعها على اليهود في معسكرات التعذيب الخاصة بهتلر، وفرض على اليهود لبسها طول فترة تواجدهم داخل المعسكرات، وأصبحت بالنسبة ليهم رمز للمعاناة والألم. ودي الرسالة اللي كان عايز برضو يوصلها الرئيس، إن المصريين قادرون إن هم يعملوا فيكم زي ما عمل
هتلر. وفي فيديو متداول لرد فعل جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية في ذلك الوقت حين كانت في استقبال هؤلاء الجنود، فبكت فور مشاهدتها لهؤلاء الأسرى الجنود يعني من الضباط وهم يرتدون هذه البيجامات الكستور. طبعا كان المشهد صعب جدا عليهم يعني وعليها هي بالذات. وفي السبعينات ما كانتش المساحة اللي احتلتها البيجامة الكستور في القلوب والمجتمع فقط، بل كانت كمان أساس في الاقتصاد والصناعة، فقد عملت 33 شركة من القطاع العام وأكثر من 3000 شركة من القطاع الخاص في منتجات الغزل والنسيج في تصنيع الملابس الكستور الشتوية. كمان عمل حوالي 50% من عمال البلد في صناعات الغزل والنسيج، ومثلت الصناعات القطنية المحلية 44% من إجمالي الصادرات، وشكلت البيجامات والجلاليب الكستور 15% من هذه الصناعات القطنية. ولكن بقى مع بداية الثمانينات من القرن الماضي وبداية الانفتاح الاقتصادي والخصخصة وبيع القطاع العام، غابت الصناعات المصرية ومنها البيجامة الكستور عشان يحل محلها منتجات مستوردة لصالح أصحاب المكاتب والتوكيلات الأجنبية. وبكده انتهت حكاية البيجامة الكستور البراند المصري الأصيل. ويا رب تكون المعلومات اللي أنا قدمتها عنها عجبتكم، وأشوفكم في جولات جديدة. وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم في جولات جديدة. باي باي.